50 جنيه امبارح ليه ما لقيتكاش في البيت؟ كنت غير وين؟ كنت معزوم بفرح يا ود يا ضوي يا ود امبارح. لوب في الافراح انت. فرح مين؟ فرح واحد صاحبي يا ود، لكن كان فرح يا ود يا ضوي. ليه ما خدتنيش معاك يا اخي؟ بيجيبوا حاجات حلوه ياكلوها للناس. واي طب هاخدك بمنظرك ده عشان تجرسني؟ ها؟ برضه هاخدك بمنظرك ده العره ده، اخدك بجلابيتك دي. لا ابقى فصل لي جلابيه اديداس انا. هاي اه بس يا ود يا ضوي، صورت لك الفرح امبارح، العروسه ما شاء الله زي قمر 14. صورتها؟ ايوه. امال ايه؟ حلوه؟ ايوه يا ود، ده كان كله التصوير امبارح في القاعه شغال ويا كله. العروسه ما شاء الله بترقص والدنيا هايصه. فرحانه ولابس ابيض العروسه. ايوه. امال ايه؟ بكره تعزلي الابيض من الالوان ان شاء الله ويطلع عينك وعين ابوك. خد. وانت يا اخي راجل لولا ما راجل قماز، حد قال لك صورها العروسه؟ ما عندناش خصوصيات في مصر احنا يا عم. طب انت استاذنت الناس لما صورت العروس انت؟ كل واحد يا اخي يدخل لي فرح يصور. فرض العريس مش عايز حد يصور عروسه. عندناش خصوصيه احنا، كله هيصه في بعضه. صور اي حد وارمي على الفيس وارمي على الدنيا يا اخي، بطلوا البروز والقمز اللي فيكم. استأذن؟ استأذن يا ود، هي يعني استأذن انا حاشتريه؟ انت معزوم ضلك في القاعه ولا في الفرح، بس صور ليه؟ مش في خصوصيه للناس؟ الناس كلها يا اخويا بتصور طلع. جات علي انا؟ ورا اشوفها تاني. وضلك فيها مناسبة الواحد كده بيصور يا اخوي. لا الشباب اللي طالع ده متمتع. ايوه امال ايه؟ امال احنا اللي زفونا في عربيه كبود كانك راكب بوكس. انت كترت عليك. شفت يا اخي القاعه حلوه ازاي؟ ايوه. امال ايه؟ كام يا عم عبد الناصر دي ياجروها دي ب 10,000 لو حوش القرشين. ده غير التصوير اللي برا يمكن صرف له 5-6,000. ايوه في بيشن بيعملوا اللي قال دلوقتي النت والهوايل اللي بتحصل وعربيات. قالوا العيال ترفع بالمستكلات. العيال دي قال ايه؟ قال تحسه هو قال فرحه اللي بيرفع بالمستكل دي. ويجي اخر الليل كده يروح يتعشى بطاطس مهروسه وينام. اهل بيرفعوا بالمستكلات دي قدام الافراح اللي داعكين الدنيا. يا راجل دي هوايل يا راجل. يقول لك قال ما معناش فلوس. طب هو دلوقتي العريس ده لو وفر كل الحاجات اللي بيعملها 7,000 بيشن وقاعه وسبع افراح ومخدرات وطين علينا وعلى ابونا. ايوه حقك. وحوش القرشين وبعد الفرح راح بيهم عمره هو ومرته. حد هيقول له لا ما عملتش فرح؟ لكن احنا بتوع مظاهر. تبغى تصرف له على الاقل عليه 40-50 الف جنيه الشغلانات دي. وتروح عاد القاعه عاد ما شربتش عصير. جتوها مع ولدي ما خدش. وتروح القمازات يروحن على الترابيزات يقعدن العروسه لابسه حمالات. العروسه مكياجها، طرحتها، امها رقصت، ولدي ما ادهوش عصير عايزه تدي ولدها وود ولدها وتاخذ عصير للي في البيت. وتلقى المره قاعده قامزه على الترابيزه. قاعده قامزه على الترابيزه مراقبه الواد بتاع الجاتوه وهو طالع بالصينيه في القاعه. ايوه. قالوا مراقباه من اول ما طلع بالجاتوه. قال اول ما يجي عندها تتفاجئ. تتفاجئ يعني اول ما يجي وهي مراقباه من اول ما طلع. يا راجل ده احنا حد خارب بيت ابونا وبيت اللي جابنا غير المظاهر الكذابه يا عم عبد الناصر. حقه صح. وذاك لو لم نفسه هو وعيلته وجماعته وعملوا فرح على كدهم مع عبد الناصر بدل 70 و80 الف وراح عمل له عمره. حد هيقول له ليه ما عملتش فرح؟ مين بيعمل بكلامك ده يا ود يا ضوي ضلك؟ ما خدتش عصير ما خدتش جاتوه. تعشيتها العروسه راحت العروسه جات امها قالت جاب لها غوايش. هي في غير هي عندنا خصوصيه يا راجل. ما كله داخل يا اخي. ليه ما حدش بيجي يفرح لفرحه غيره يا اخي؟ الناس بقت اجارك الله. ربنا يهديها الناس يا ود يا ضوي. الناس يهديها ربنا من عنده. هي الناس يا راجل بقت يا راجل دي الناس بقت نسانيس داخلين في خصوصيات الناس. هي كلها كذا يا ود يعني. هي ترك الناس هي اللي غير وراها غير الحكاوي دي. ناس الاجانب يا عم عبد الناصر. ناس الاجانب الفرح تلقى فيه 50 واحد. 50 واحد الفرح. احنا تلقى 500 واحد و500 مش مدعين. فرح مين ده؟ والله ما عارف. ما تاجي نخش داخل السوق يروح داخل القاعه وتلقى عيال كده بتترقص وعيال زي الشياطين ولا موقف شعره ولا موقف قصته والدنيا خربانه والحريم بتترقص. الواحده يكون قرنها شايب. يا اخواتي يكون قرنها شايب يا راجل. ما كله قله ادب ده. ايوه حقه صح.
وانت هيك راجل كبير وعجوز يا راجل، وراجل شعرك شايب، رحت صورت العروسه وشغلت تفرجها لي انا، ما فيش خصوصيه. ما خليك عندك خصوصيه يا عم عبد الناصر. امال انا مش برضه اخذك معي المكانات دي؟ ما انا عارفك هذا كم كنت تقل ادبك على الناس هناك. لا انا ما اروحش، انا ما اروحش يا عم عبد الناصر. ايوه ما انا ايه عارف. وديني انا؟ ايوه ما انا عارفك. ها؟ عارفك قماص. انت راجل كبير وشعرك شايب، ايه موديك القاعه انت وتصور بنت الناس؟ فرض العريس مش عايز يصور مرته يا اخي. ها؟ كله يصور كده بس مباشر، قالوا يعملوا لك قال حاجات وفرضا يا اخي واحده قاعده في الفرح مش عايزه تظهر في الفيديو، تروح لطشها على طول مصورها بلا قله ادب معاك. روح هات لي غدا، روح شوف قله ادبه. روح هات علبه تونه قطع غور. طب يعني هي حيضروها يا عديم الدم اللي حيضروها الدم. ابري لمك. طيب خلاص قوم اشتغل. طيب انت غير تلقى مرتك في وشها زي القروانه. طيب يلا شيل في الشلح ده قوم. ده مش شايل، انا مكان يجيب لي غدا بقول لك. انا غلطان اللي بشفق عليك يا بارد. يقطعكم يا اخي، جبتوا لنا الفقر يا اخي، جبتوا لنا الفقر، كله خرطه بيضه في بعض وما حدش عنده احساس ولا مسؤوليه. افراح ومخدرات وقرف وبقيت حالتنا طين يا اخي. الواحد يبدا حياته بمعصيه الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مخدرات، قالوا الواحد ابوه الباسه مقطوع ومسك لي قال قزازه البيره في الفرح. ايوه قول لي قال موال يا باشا، قال الفلوس غيرت النفوس، وهو في جيبه ما فيش 10 جنيه يا اخي. ايه الهوايل علينا وعلى ابونا اللي يقطع ويقطع شغلانتك؟ ايه رايك انا مش شغال؟ ايه رايك تقعد تصيع لي في الافراح يا راجل يا عنق وانا اشيل في الشلح والحر هنا؟ طب ايه رايك مش شغال تاني انا؟ ايه رايك انا يوميتك مش عايزها؟ ايه رايك يوميتك مش عايزها؟ وايه رايك هاخدها؟ ايه رايك لا هاخدها دخل المره تعمل لي فطير؟